اسمعوا جميعا كل المسؤولين في مصر. إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحافظ أم ضيع. فالمولى عز وجل هيسألكم. واعلموا أن في جهنم حيات كالتلال وعقارب كالقلال تلدغ كل مسؤول لا يتولى مسؤوليته ولا يقوم بواجبه ولا يؤدي ما عليه. فأنا بحذركم من غضب الله سبحانه وتعالى. فرح. ألو. ايوه يا فندم. اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مع حضرتك فرج طه ياسين من السويس. اهلا يا استاذ فرج. انا كنت عايز اشارك يعني في احزاننا. طبعا انا عايز اقول حاجه يعني اثرتني. انا طبعا بحترم البرنامج بتاعك، ويمكن كل الاسره عندنا هنا احنا متواجدين حاليا في السويس بنتابعك دايما، وانت حقانيه. انا طبعا مع احترام المولانا وهو طبعا استاذنا، ولا بد ان نقر باساتذتنا وباحترامهم، ولكن هو اثرني بكلمه فليسمح لي. هو طبعا والدي، اتفضل، ويعتبر اخويا الكبير وعلى دماغي من فوق. اتفضل يا استاذ على دماغنا من فوق. بيقول ثوره جديده. انا عايز اقول يعني لاستاذنا عمر الثورات يعني حاجه زي كده. انت مش مؤمن بالقدر؟ لا، لابد ان تؤمن بالقدر، وانت علمتنا كده واساتذتنا يا استاذ. بمعنى ايه نؤمن بالقدر يا استاذ فرج؟ يعني هو حضرتك انت بتقولوا ما هو الناس بتقول ده قدر. قال لك لا، ده وجاب آية قرآنية، ولكن احنا بنقول حاجة حضرتك. انت شايفة البلاوي اللي عمالة. على فكرة الولاد دي، على فكرة الولاد قدام القطر يقول ده قدره. الولاد دول ممكن القدر، او يعني ان عمرهم كان ممكن يموتوا وهم في احضان اهاليهم، انما هل القدر ان هم يموتوا متقطعين كده نتيجة اهمال؟ واحد في البحر يقول ده قدره. لا امال ايه؟ امال حضرتك معترض؟ وجه اعتراض حضرتك يا استاذ فرج؟ ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ يا عم محمود اسمعني بعدين. طيب القدر لما يجينا القدر لما يبقى نتيجه اهمال، نتيجه عدم قيام انسان بمسؤولياته، عدم قيام انسان بواجبه، يبقى احنا ما فيش بقى مش قدر. طب قول لي مش كل حاجه نلبسها ايه يا استاذ فرج؟ كل منا بيسيب الدنيا تبوظ بقى زي ما هي عاوزه. يا استاذ فرج قول لي مش كل حاجه نلبسها لايه؟ فاضله انا بقول لمولانا اديني فرصه لو سمحت يا مولانا. حاضر اتفضل. قول حضرتك بتقول مش كل حاجه تلبسوها مولانا ليه؟ لو تكرمت انا هسيب نمرتي في الكنترول وهتكلم مع حضرتك باسم فرج طه ياسين احسن تفتكر ان انا بهاجمك. لا خالص. انا على فكره والدي شيخ زي ما حضرتك. طيب اتفضل يا استاذ فرج عشان الوقت. حضرتك على حاجه. الدوله النهارده او الناس محتاجه على الاقل كلمه تواسيها، مش تقول ثوره حضرتك وكل حاجه كل من هب. معلش بعد اذن حضرتك، انت لو فتحت الجرايد النهارده حضرتك كلهم محملين الدكتور محمد مرسي. الدكتور محمد مرسي هيتحمل ايه ولا ايه ولا ايه؟ هيتحمل برامج التوك شو. طيب. لمؤاخذه مع احترامي. لا ولا يتحمل على قدر المنصب، على قدر التحمل، على قدر المنصب، على قدر التحمل يا استاذ فرج. يعني وعمر بن الخطاب كان عمر بن الخطاب قال ايه يا فضيله الشيخ؟ لحظه انا بساله. اسمع سيدك النبي قال ايه؟ قال والحاكم راع وهو مسؤول عن رعيته. ده سيدنا النبي. الحاكم راعي. سيدنا عمر بن الخطاب قال ايه؟ والله لو عثرت دابة في العراق لسألني ربي لما لم أسوي لها الطريق. دابة في العراق لسألني ربي لما لم أسوي لها الطريق. ليه ما سويت لهاش طريق؟ احنا بيتقتل عندنا بشر، ناس آدميين مش دابة. بقول لحضرتك يا أستاذ أحمد، يا أستاذ فرج، شيل الأسماء من على الخريطة. إنما دلوقتي اللي قاتل ودخل، يعني اللي بيدخل انتخابات شرسة عشان يعني يجي على رأس الدولة، ويعني بيقاتل بكل ما معه من إمكانيات، والناس بتدعمه كده عشان يجي على رأس الدولة. هو عارف كويس قوي إنه هيجي وقف على رأس الدولة وهيتحمل مسؤولية هذه الدولة. فدكتور مرسي كان يعني رئيس مبارك قبل
كده الرئيس السابق مبارك كنا بنحمله المسؤوليه كامله عن اي بلاوي حصلت. دكتور مرسي يجي يتحمل المسؤوليه كامله عن اي حاجه حصلت. اي حد هيجي بعد دكتور مرسي هيجي يتحمل المسؤوليه كامله عن اي حاجه حصلت. وحضرتك دلوقتي لو ما كانش دكتور مرسي موجود وكان حد تاني موجود، حضرتك مش ما اخترتوش، كنت هتحمله المسؤوليه عن اي حاجه حصلت. انا اديت لصوتي لدكتور مرسي واحمله المسؤوليه عن كل حاجه حصلت. هو كده، هو اللي بيجي يعني ده رئيس الدوله، هو الراعي بتاعنا، ونحن نحمل اي رئيس بغض النظر عن اسمه ولا جاي منين عن مسؤوليه ما حدث.